شوف ما شاء الله. شوف شو البطاطا كيف طايب، زبدة شو ما شاء الله زبدة طايب البطاطا. شوف الله يبارك. الدجاج تاعنا ثاني شو كيف زبدة. شوف هذا هي البطاطا روطي ولا بطاطا كوشة اللي نهضر عليها. ديروها ماكمش تندموا عليها خاوتي، وصفة جد سهلة خلاص. شوف هذا هما المكونات اللي نحتاجوهم باش نديرو الوصفة نتاعنا. عندنا التوابل، عندنا لهنا كركم فلفل كحل، توابل الدجاج، بابريكا، عندنا الملح، عندنا ثوم ملحي شايح، لهنا عندنا شوية كمون، لهنا عندنا شوية ليزرب، شوية لهنا متاع بصلة، طماطم وشوية رند وفلفل حار، عندنا ثوم يكونوا قصيناه، وعندنا لهنا شوية زيت زيتون سينون دير زيت عادي، وعندنا شوية معدنوس. بطبيعة الحال عندنا الدجاج متاعنا. نبداو ان شاء الله في الوصفة وان شاء الله تعجبكم. بون الان اول حاجة كما قلنا نبداو بالماريناد نتاعنا. نجيبو التوابل اللي سميناه لكم بكري، نخلطوهم فوالا مع بعضهم هكا، نحطوهم، نزيد عليهم انا شوية برك نتاع معدنوس ما نكثرش، جوست شوية. نزيد عليهم ثاني شوية نتاع الثوم فوالا. ولا هنا نجيبو زيت عادي ولا زيت زيتونه. بون انا اخترت ندير زيت زيتونه كما راكم تشوفوا، زيت زيتونه معصوره اليوم ما شاء الله الريحه تاعها ولا اروع. نخلطوا الماريناد نتاعنا هكا مليح فوالا. نجيبها شويه تاع زيت زيتونه فوالا، ماريناد خفيف ماهوش هذاك صعيب بزاف فوالا كيف هكا. من بعد نجيبو الدجاج نتاعنا هذا اللي كنا نظفناه، نجيبو الدجاج نتاعنا نحطوه لهنا فوالا هكا. سامحوني برك لهنا، نغطيوه مليح بالماريناد، نخليو حتى بلاصه من السواج فوالا كيف هكا ما شاء الله. هكا برك الريحه اللي طالعه ولا اروع هكا. من بعد نتاكدوا باللي الدجاج نتاعنا كل خدام الماريناد هذيك، نحيوه على جنب ونخليوه على الاقل سويعه من الزمان. نغطيوه ونخليوه على الاقل سويعه من الزمان يقعد في الماريناد نتاعو كيف من هكا. وهي من الافضل انكم بار اكزومبل تخدموا الماريناد الصباح والعشيه تبداو تخدموا فيه. في الوقت هذا نجيبوا البطاطا تاعنا، نحطوا البطاطا تاعنا هنا فوالا هكا. نحاولوا نديروها كل بالماريناد كما راكم تشوفوا كيف نحيوها ونحطوا البصل تاعنا. نفس الشيء نستعملوه مع البصلة كيف خلطوه. انا درت كميه كبيره على ذيك راني نقسم فيها هكا فوالا. كي تعود كميه صغيره تقدروا تخلطوهم مع بعضهم عادي نورمال هكا سي بون هكا ما شاء الله هكا. دركا نجيبو بلاطو ونبداو نستفو الخضره تاعنا فوالا. نجيبو البلاطو نتاعنا يدخل الفور، نحطولو شويه برك نتاع زيت فوالا هكا. نجيبو البصل نتاعنا اللي درناه نفرشوه هكا فرشو البصل نتاعنا. نجيبو البطاطا نتاعنا كيف نستفوها بالطريقه هذه. وصفه سهله ما تدناش بزاف وقت وبنينه كما تعرفوا. بطاطا كوشه بنتها مش نورمال، اقتصاديه، تقدروا ديروها حتى بلا لا دجاج لا والو، جيست هكا برك والله تخرج معكم ما شاء الله فوالا كيف هكا. نوزعوا البطاطا نتاعنا مليح
من بعد نزيد لهم القوط، راه برك نتاع ما نزيد لهمش بزاف نتاع ما، على خاطر من بعد الخضره تاعنا كيما البصل والبطاطا والطماطم اللي باش نزيدوها باش يطلقوا كيما نقولوا الماء نتاعهم. ما نكثروا لاش الماء باش ما تجيناش هذيك البطاطا راق وتجينا ندايره بزاف طالقه الماء. هنا نجيبو نحطو شويه نتاع فلفل كيما البنه برك، اللي ما يحبش يدير، ما يحب ياكل فلفل حار ما يديرش عادي، ها جست شويه برك هكا. نعطيه زور قطران برك بعد يطلقوا بنه، ونفرشوا لاطوماط نتاعنا ثاني هكا كيما درنا في الاول مع والله ما كانش قد البساطه، بحوايج كيما نقولوا خفيفه برك اقتصاديه، وحنا درنا عشاء ولا اروع. فوالا كيف هكا. من بعد نجيبو الدجاج تاعنا نحطوه كيما قلنا، الدجاج دو بريفيرونس تخليه يشرب الماريناد نتاعو مليح. احنا على جال الفيديو رانا ليه نديرو فيه. فوالا كيف هكا نحطو الدجاج نتاعنا، نزيد لهم برك ضربه معدنوس خفيفه برك هكا. فوالا وندخلوهم خاوتي للفور. شوفوا ما شاء الله، شوف ولا اروع، سهله خفيفه ظريفه، ما دناش بزاف وقت. شوف بون نشعلوا الفور على 180 درجه، نغطيوه دركا الساعه بورق الزبده، ومن بعد نزيدوا الالومنيوم وندخلوه على درجه حراره 180 درجه. ما نكثرولوش ما نطلعولوش درجه الحراره باش يطيب معنا كيما نقولوا مليح وفي عقله وما يتحرق لناش. ومن بعد نوريكم في الاخر كيفاش يجي. لانا بليناه بالماء. فوالا كيف هناك نقدروا نتحكموا فيه. فوالا نزيد طرف واحد اخر هكا خاوتي. وهنا نجيبوا له الالومنيوم، نغلفوه بالالومنيوم كما راكم تشوفوا. فوالا غلفوه مليح. فوالا هكا ندخلو الفور. جست شويه زبده برك هنا. فوالا ونمسحوا عليها اللعنه ونشعلوا عليها من الفوق خاوتي. فوالا خلي باش يعطينا تحميره مليحه. ما شاء الله الريحه اللي طالعه خاوتي والله ما نحكي لكمش. دركا جست نشعلوا عليها من فوق كما قلنا ونخليوها تكمل طياب. شوفوا ما شاء الله هذه الريزلت اللي نهضروا عليها. شوفوا كيفاش ما شاء الله كلش طايب على حقه. شوفوا كيفاه معسله طايبه ولا اروع. ما تنساوش خاوتي ديروا لنا جيم وبارطاج وحفظوا الفيديو خاوتي، وان شاء الله نتقابلوا في وصفات اخرى. شوفوا ما شاء الله، شوف التحميره كيفاش. شوف ما شاء الله ما شاء الله.